السودانيين عايزين مننا ايه؟ انتوا عايزين من مصر ايه؟ انتوا عايزين ايه اللي بتقولوا ده تطلعوا في فيديوهات مستفزه ولما الناس تيجي ترد عليكم تزعلوا؟ في ايه بالظبط؟ السودانيين عايزين ايه من مصر؟ انتوا عايزين ايه من مصر؟ عايزين توصلوا لايه؟ معكم ايمان ماهر من القاهره. طبعا بعتذر على المقدمه دي، لان ناس كتير قوي بتفرح لما بنعمل في بعض كده. بعض السودانيين زعلوا مني عشان خاطر طلعت رديت على الناس اللي بتطلع تشتم في المصريين على السوشيال ميديا، والناس اللي بتستفز المصريين بطريقه مباشره مش غير مباشره. يعني في ناس بتستفزك بطريقه غير مباشره، لا في ناس من السودانيين بتستفز المصريين بطريقه مباشره. طيب انا لما عملت الفيديوهات على السودانيين ما غلطتش فيكم. اولا انا كنت كل الفيديوهات اللي انا كنت عملتها دي انا كنت برد عليكم، انا كنت برد مش على السودانيين، على الناس اللي بتشتم على السوشيال ميديا. ناس بعد كتير ناس زعلت وقالوا، يعني في ناس كتير علقت. انا طبعا زي ما قلت لكم، انا اي تعليق انتوا بتعلقوه انا بقراه وبفهمه كويس، تمام. في بعض السودانيين علقوا لي تعليقات خلوني اعيد تفكير في الكلام اللي انا قلته. طبعا انا ما غلطتش فيكم، انا كنت برد. بس انا عايزه اوضح في الفيديو ده، عايزه اوضح لكم امرين. قبل اي حاجه طبعا حطوا اللايك بقى كده ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ونذكروا الله يذكركم، لا اله الا الله محمد رسول الله. وتعالى اقول لكم اول تعليق من صديق سوداني. والله انا ما هو يعني هو راجل بيعلق لي، بس هو انا اعتبره صديق او اخ. معلق لي وقال لي ان مش كل اللي جم مصر سودانيين. ازاي؟ قال ان في بعض الافارقه دخلوا مصر باسم سودانيين، وهم اللي بيعملوا مشاكل في مصر، وان هم ما لهمش ذنب وكده. الموضوع ده لما بحثت عنه فعلا في يا جماعه مجموعه افارقه كتير دخلوا مصر باسم سودانيين، ولازما يعني الجهات المختصه يعني تشتغل على الحوار ده، لان فعلا في مجموعه افارقه حتى لهجتهم، احنا لهجه السودانيين احنا عارفينها، طريقه الكلام بتاعتهم احنا عارفينها. في ناس انا بتعامل معاهم فعلا بحس ان لهجتهم حتى بتتكلم عربي بطريقه غريبه انت ما تفهموش، لان احنا السودانيين احنا بنفهمهم واحنا بنفهم بعض. انا معاك في الحته دي، فعلا في بعض افارقه دخلوا مصر. طيب ايه تاني مشكله؟ انا بس عايزه اوضح على الفيديوهات اللي انا عملتها. الفيديوهات اللي انا عملتها ديت يا جماعه كان رد فعل مش فعل. انا ما عملتش فيديو حاربت السودانيين او حاربت اي حد. اولا السودانيين اللي انتوا بتعرفوش يعني، او اغلبيه السودانيين يا جماعه والله 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 رقى القلب جدا، طيبين جدا، يعني ناس اخلاقهم عاليه، طيبين والله. انا في ناس معاشرينهم طيبين جدا. وقلت في الفيديوهات بتاعتي لو تسمعوها بالله عليكم ما تسمعوش ربع الفيديو وترجعوا تتكلموا في التعليقات، افهموني بليز. انا قلت في الفيديوهات انا كلامي للناس اللي بتشتم على السوشيال ميديا اينما كان جنسيته ايه، تمام يا جماعه. انا كلامي في الفيديوهات اللي فات مش بعمم. تعالوا لي كده اخواتي السودانيين، لو انا دخلت السودان عندكم وقلت السودان دي حاجتنا وانتوا السودان ما لهاش اي انتوا ذات نفسكم هتزعلوا وهتطلعوا في فيديوهات تردوا عليا. فانا من حقي يا جماعه ادافع عن بلدي وادافع عن حقي وتراثي وحضارتي. انا طلعت قلت الكلام ده اللي انا قلته، وقلت لكم يا جماعه انا برد على الناس المستفزه. بلاش نعمل فتنه، اكيد بلاش نعمل فتنه، عشان احنا كلنا واحد وكلنا اخوات وكلنا عرب وكلنا مصر والسودان طول عمرها ايد واحده. فبليز بليز اللي يسمع ليا فيديو يكمله للاخر عشان يستوعب انا بقول ايه، مش يجي من ربع الفيديو ويقول لك ايه ده بتشتم ده بتغلط ده. لا، انا كلامي معاكوا رد فعل. والله والله انا بقيت بتفرج مثلا لو على التيك توك ولا على اي برنامج واشوف حاجات بتستفزني من السودانيين، من بعض السودانيين، وممكن فعلا يكونوا مدسوسين باسم السودان وبيطلعوا يقولوا كلام بيستفزني انا قسما بالله، بستفز من جوايا، تمام. تخيل انتوا كده حد يدخل ارضك وبيتك، واحد يدخل بيتك ويقول لك بص السرير ده بتاعي، الانتريه ده بتاعي، التلفزيون ده بتاعي، وهو اصلا ضيف. صدقوني صدقوني الامر مستفز جدا لكل مصري، الامر مستفز جدا لكل مصري. فيا جماعه اعذروا اي مصري يطلع يرد على اي حد. انا بطلع ارد على الناس اللي بتتكلم على السوشيال ميديا. اي واحد سوداني او غير سوداني يطلع يتكلم ويقول كلمه على مصر، اي فيديو انا عملته ليه هو، انما السودانيين المحترمين انا كلامي مش ليهم.
وكلامي انا بتعامل معاهم في الشوارع، بتعامل معاهم في كل مكان. عمري ما كنت غيرت معاهم. انا كلامي للناس اللي بتغلط وتقول لك الحضاره حجتنا والكلام ده كله، كلامي موجه ليهم، عشان احنا المصريين لهم طيبين وغلابه وكويسين، بس لهم خلق يا جماعه. ساعه ما خلقهم خلاص بيدوسوا على كل حاجه. فبلاش توصلوا المصريين ان هم يزعلوا منكم. خلينا اخوات وحبايب، وكل واحد يا جماعه ليه تاريخه. السودان جميله ولها تاريخها الجميل، ومصر جميله لها تاريخها الجميل، بس محدش يروح يعني ياخد حق مش حقه ويتكلم على حاجه مش بتاعته. وانا عارفه ان في يد تالته خالص، مصر والسودان مالهاش علاقه، في يد تالته خالص داخله في الحوار ده عشان تفرق بين السودانيين والمصريين وتعمل فتنه بيننا. بس احنا واعيين، ويا ريت اي سوداني ما يزعلش. انا قصدي على الناس اللي بتتكلم على السوشيال ميديا وبتغلط في المصريين اينما كان جنسيته ايه. تمام، فسلام. عامل لايك بقى.